توم ولا عمك بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا عيلتي الجميله؟ احنا ماشيين كده، ماشيين في طريقنا وهوبا بص كده يا ام وحيد، ام وحيد لقينا الحاجه اللي كلها بركه، الست دي امي، واحنا ماشيين بقى واحنا معديين. دمي خفيف انا عارفه. معانا الفيديو بتاعنا النهارده. قبل ما اقول لكم بقى انتوا عاملين ايه، ازيكم؟ وحشتوني من الفيديو بتاع امبارح. النهارده بقى زي ما انتوا شايفين كده ام احمد بتدور على حته تقعد فيها. التوم غلي. تعالي يلا. التوم غلي. شوفي هتقعدي فين. طبعا النهارده الشمس بقى، بصوا الشمس. احنا روينا الذره، شايفين ابو قردان بيتغدى ام احمد هتفرش. ننزل هنا في الارض عشان نوريكم ام احمد وهي بتفرش علشان هتقعد. ليه يا ام اسامه؟ ايه حكايه التوم ده؟ استنوا بس ما اوريكم ابو قردان بعد ما روينا الذره. طبعا انا ما صورتش الفيديو ده خالص، الميه لسه بصوا واقفه. ابو قردان ملموم اهو، قرب شويه. استني يا ام احمد، استني يا ام احمد، سيبيني كده انطلق. ابو قردان ملموم اهو. ليه بقى يا ام اسامه؟ عشان الارض فيها ميه. انتوا عارفين بقى ان هو صديق الفلاح وبيحب ينقي رزقه. فطبعا زي ما انتوا شايفين بقى الست ام احمد هتعمل ايه. قعدت كده زي الشطره، وجابت التوم بتاعها وهتفرطه. التوم بقى غالي قوي. قول يا ام احمد. التوم بقى غالي قوي قوي. يعني ده شويه توم تفرطهم وتعينهم او تقطعهم زي كده. لا انت تقطعيه كده بس. مش هتفرطيه؟ طب ليه كده؟ عشان يفضل زي ما هو. والله؟ والله روس كده. طب في طينه؟ ما هي الطينه حافظاه. ده يتحط فين بقى؟ تحطيه عادي، تربطيه وتعينيه فيه في الثلاجه. فطبعا دلوقتي التوم غالي. غالي بكام يا ام اسامه؟ 30 جنيه. في ب 30 وفي بكام؟ وفي ناس بتقول لك ب 40 و50، مش كله. دي اول سنه يا جماعه التوم يغلى عندنا في الفلاحين بالطريقه دي. انا كنت اسمع واحده معرفه من اسكندريه كانت بتقول يعني في عز عين التوم عندهم ب 60 جنيه. كانت بتجري بسرعه والتوم لسه بيتقلع كده بتجيبه اخضر. في ناس بيخزنوه بالطريقه بكذا طريقه، يعني مش طريقه واحده. احنا هنعينه كده روس كده. ايوه ام احمد بتقول لكم ان هي هتشيله كده في الثلاجه برضو بالطينه بتاعته الفلاحي دي زي ما هو، وما تفضاش برضه. علشان ما تفضاش. فاللي عندها شويه توم تحافظ عليهم بسرعه. فكانت بتجري وتجيب التوم وهو اخضر علشان تخزنه، كانت بتمسكه بقى تفرمه في الكبه بتاعه الخلاط وتعبيه في بطرمانات وتشيله. يا ندى بتاخري شويه. تعالي هنا يا ندى، اقعدي فوقنا عشان ما تقعيش. فطبعا مش التوم لوحده اللي غالي السنه دي، التوم والبصل. السنه اللي فاتت البصل كان بالكوم، كانت 3 ب5 بجد. ايوه البصل السنه اللي فاتت كانت 3 ب5، لدرجه ان الفلاح السنه دي اعتقد ان البصل مش هيغلى فمحدش زرع. دلوقتي بقى الكيلو بكام انتوا عارفين؟ عندنا هنا في المنوفيه ب 12 جنيه. وصل ل 2 كيلو ب 35 جنيه. كنت سائله عليه في السوق العادي. فطبعا بقى عندنا شويه توم كده، حتى احنا ما زرعناش. طبعا انا سمعت كلام الاخت ام احمد ما شاء الله عليها، اللي يسمع كلامها بصوا بينجح. بصوا يعني بيجي ورا انا دايما كده، لو ما كانش الصوت يبقى من دماغي وما اسمعش كلام حد لازم اندم. انا بقى سمعت الكلام. انا لو ما كنت سمعت الكلام وعملت اللي كان في دماغي كنت انا بجد يعني كنت ناويه ازرع سطرين توم ولا حاجه. في ايه؟ في القمح. وكان بينزرع التوم، بيتزرع في القمح. التوم في ناس في حته لوحده.
انت مش هتزرعيه يعني كميه كبيره ولا مساحه كبيره، انت هتزرعي خطين ولا حاجه. يطول بينفخ عليه ما بينفعش. ايوه معلومه دي معلومه الفلاح. بصي ندى فرطته يا يما. في ناس بقى بتمسكه تفرطه بقشره، يعني انتوا هتخزنوه بقشره؟ ايوه هنخزنه بقشره علشان ما يفضاش. انا لقيت في ناس تانية مخزناه برضو بقشره روس كده. ام احمد بتعمل بالطريقه الحديثه. في ناس تانية بتفرطه. ما نفرطه يا ام احمد ليه كده؟ تيجي تعملي سمك تقوم واخده الواحده بحالها خلاص على كده. انا عمري ما خزنته على فكره، انا عمري في حياتي ما خزنت التوم. كنت بجيبه واقعده من السنه للسنه عادي في مكان، كنت بحطه تحت الحوض بتاع في المطبخ. فطبعا السنه دي بقى ام احمد قايمه تجري علشان التوم غالي وخايفه لا يفضى. طبعا يا جماعه اللي بتخزن توم روز بالشكل ده او بتعلقه في البلكونه، ما تعلقوش في مكان فيه شمس. ليه يا ام اسامه؟ شهر واحد وهتلاقي التوم ده فضي، ما عادش فيه توم خلاص، ما عادش فيه. لكن حطوه في مكان ظل. انا كنت بحطه تحت الحوض زي ما بقول لكم في دياره زي دي كده، وكان بيفضل كويس حلو قوي. خاصه على فكره اللي عندها راس صغيره ما تقولش لا ده صغير ووحش والكلام ده كله، لا الصغير ده هو اللي ما بيفضاش، الراس الكبيره دي هي اللي بتفضى. لكن التوم اللي روسه صغيره بيفضل مليان لاخر الوقت. فقامت بقى الست ام احمد قوام كده بسرعه، قالت انا همسكهم اقطعهم واشيل العروش بتاعتهم، مش هسيبهم كده في الشمس. هم كانوا بصراحه في على فكره في نقيه بقى نقيه. انت هترميه؟ طبعا انتوا بتشوفوا التوم الجاهز في الايام اللي ما فيهاش توم خالص، بتروحوا المحلات تلاقوه حاطينه في شبك بس ما بيبقاش زي ده خالص. في ناس بتستسهل علشان بيبقى اسهل من كده بكتير، بيحطوه بيمسكوه يفرطوه. ممكن بدل ما ياخد كيسين 3 وياخد مكان في الفريزر او في التلاجة، ما بياخدش كتير. بصوا ندى بتتعلم بقى قروبه زي ستها. طبعا هنعبيه في اكياس تلاجة بالشكل ده. طب هو يا ام احمد لما احنا عملناه كده مش ممكن يعني يبقى يتلج او مش عارفه يعني؟ ما انت هتحطيه في ايه؟ هتحطيه فين؟ في التلاجة ولا في الفريزر؟ التلاجة عادي. انت جربتيه قبل كده؟ انا يا جماعه ما جربتوش، هي اللي بتقول انا ماليش دعوه. احنا بنستعمله على طول يعني مش هيخوف. بس ده اللي بدور عليه. يعني تقصد ان هو مش هيقعد فتره كبيره في التلاجة؟ في ناس بتفرطه خالص، بيبقى فصوص كده ويحطوه في قلب الفريزر بس. لكن احنا ما على طول. طبعا في سمك، في بصاره، فيه اللهم صل عليك يا نبي. قولي معايا كمان ملوخيه خضراء. صح. الله الله معاها الله. حق الست دي. اللهم صل عليك يا نبي. حاجات حلوه كده، حاجات تتاكل. ايوه ما بيحوقش بقى، ما بيلحقش. ام احمد بتحط على الباميه، بتحط عليها توم. والكوسه انتوا عارفين احلى اكله بيتحط عليها توم وبصل ايه؟ اللوبيا. بصوا انا بعشق اللوبيا دي، بحبها جدا. واللوبيا اللوبيا دي من الاكلات البقوليه الجميله اللي انا بحبها. بصوا بقى محسساني ان احنا هنزرع. احنا ممكن نزرع هنا دلوقتي يطلع؟ لا هو ده اوانه. صح. بستعبط انا. استعبطي بقى. المعلومه صح. بس انا مش عارفه عمي عامل زرع ايه. زرع ذره. والله زرع ذره وملوخيه. ملوخيه خضراء. هات الكيس هنا، هات الكيس، حطي افتحي الكيس. طبعا يا جماعه دي طريقه سهله جدا وبسيطه جدا، مش مكلفه لتخزين التوم في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده. تخزين التوم وهو بعد ما نشف ومش لسه اخضر، لان في طرق تانية زي ما قلت لكم بيفرموه في الخلاط وبيحطوه في برطمانات، وما يحتاجوا بيطلعوا منه، بيعملوه بالعروش بتاعته. يا سلام بقى اما تحطي فصين على صينيه الكوسه وتزقيها في الفرن باللحمه المفرومه. ايوه اللهم صل على النبي. يبقى حاجه بقى ما فيش بعد كده.
اه حاجة حلوة صح، قوي. برافو عليك يا ماما. اللحمه بقى بيبقى باللحمه حلوه قوي. ما بنعملش احنا الكوسه كده، انا ما بنعملش الكوسه الا كده مم. في الفرن. ايوه نمسكها نعصر لها اللحمه طبعا. بقى دلوقتي خدي حطي دي وخدي حطي دي. انا مش عايزه اطول عليكم الفيديو. ام احمد بقى بعد ما خلصت هتنقي اللي هو الحب المفرد بالشكل ده. طبعا يا جماعه لو سمحتوا زي ما قلت لكم، انا نسيت اقول الكلام ده في اول الفيديو، يا ريت ما تنسوناش باللايك، لان اللايك بينشر الفيديو يا جماعه لو سمحتوا. ده لايك رايحه فين يا لؤي؟ رايحه فين؟ اقعدي. ما تنسوش دعمكم وتشجيعكم لأم أسامة على قناة دربكة ولعبكة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واختم معاكم بمنظر ريفي طبيعي جميل. ولا البرسيم من ورا. البرسيم اوريك، اجيب لكم البرسيم. بصوا اهو البرسيم اهو. اخر بطن دي. ما احنا ان شاء الله هنصور معاكم فيديو البرسيم، فيديو قادم باذن الله، عشان نودع البرسيم ونوريكم البرسيم قد ايه منور.